ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ببرطمان الكريم ده هنعمل فكرة ان شاء الله هتعجبكم قوي. اول حاجة طبعا زي ما متعودين هنشيل الغطا البلاستيك ده اللي بيكون على البرطمان، وبعد كده هبتدي بقى اثبت ده حبل خيش كده، وممكن طبعا استبدله باي حاجة موجودة عندنا. لو عندي فوم، لو عندي بنطلون جينز قديم او اي طرحة قديمة عندي، هقدر استخدم نفس الفكرة وهغطي بيه البرطمان برضو. بس انا النهاردة حبيت استخدم الحبل الخيش ده، وهو كده كده بصراحة كان عندي يعني. هبدأ اغطي كده، وطبعا كل شوية هضيف شمع علشان يكون الفينش بتاعه تمام كده. تمام، طبعا هغطي لحد اما يعني انا اخدت بس كده لفتين علشان هكمل بلون تاني. ده تقريبا نفس سمك الحبل اللي انا بدأت بيه الفكرة، بس لون ابيض. ونفس الطريقة هبدأ احط شمع واثبت الحبل بنفس الطريقة كده. تمام، هنكمل برضو. وزي ما احنا شايفين الفكرة سهلة وبسيطة واي حد هيقدر يعملها. لو مش مشتركين في القناة ياريت تنوروني وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش طبعا اللايك والشير علشان اصحابنا برضو يشوفوا نفس الفيديوهات دي. وهستمر كده بنفس الطريقة. والجزء الزيادة هقوم شايلاه ومثبته الطرف بحيث ان هو يبقى الفينش بتاعه تمام وما يتخلعش الحبل ده. وبعد كده الشريط ده كان عندي، هو بيتباع عند اي مكتبة كبيرة او محل خردوات، بيتباع بالمتر وسعره مش غالي خالص. هبدأ اثبته كده على الجزء اللي بيتلف فيه غطا البرطمان، وهيدي شكل جميل جدا مع الخيش كده. تمام، وطبعا الجزء الزيادة اللي انا مش محتاجاه هبدأ اشيله. وده يعتبر الشكل النهائي للفكرة بتاعتنا النهاردة. لو الفكرة عجبتكم قولولي رأيكم في الكومنتات، وما ننساش بقى اللايك والشير، واستنوني في فكرة جديدة وفيديو جديد. وهنا انا هستخدمه في ان هو هيكون منظم للأقلام بتاعتي. طبعا ممكن نستخدمه في حاجات كتير قوي، ممكن نحط فيه الفرش بتاعتنا، ممكن نحط فيه ادوات المكياج والفرش بتاعته، كل واحد طبعا واستخداماته. وانا مستنية رأيكم. باي باي.